تخيل معايا عزيزي المشاهد انك تكون قاعد في امان الله حتى تجيك رساله من بريد موب ويقول لك ان اموالك تم استخراجها وباقي لك 0 دينار في الكونت تاعك. كامل الشيء اللي كنت تجمعه راح لك فرمشتي. فخليني نقول لك ان الموقف اللي تخيلته دروك راه يفوت على الملايين من الاشخاص حول العالم كامل. مثلا لو كان رجعوا لتقارير الحكومه الامريكيه نشوفوا انها تقول ان يتم سرقه اكثر من 10 مليار دولار سنويا من الامريكيين وحدهم فقط باستخدام طريقه سرقه احترافيه وغير معروفه، والاغلبيه بداو يشكوا ويقولوا وين قاعده تمشي هذه الاموال. وبعد بحث مكثف لقاو ان 90% من السرقات دي مصدرها واحد واللي هو الهند. وهنا تفضحت مافيا عملاقه متخصصه في النصب والسرقه من دول العالم الاول كيف ما راهم يقولوا بالعديد من الطرق الذكيه والمثيره للانتباه، وتقدر تقول عليهم قراصنة العصر هذا. قبل ما ندخل في التفاصيل وكيف قاعدين يسرقوا خلونا قبل نعرفوا جذور القصة ومن وين بدات المشكلة. مع نقول لك الهند عزيزي المشاهد اول حاجة تجيك في راسك هي اكل الشوارع المعفنة اللي عندهم ولا التمثيل اللي زايد على حده. ولكن الوجه الثاني للهند مختلف شوية. الهند هو واحد من الاماكن الاكثر اكتظاظا بالسكان حول العالم باجمالي حوالي اكثر من 1.5 مليار انسان، والاغلبية منهم عزيزي المشاهد ياكلهم الفقر وراهم يفوتوا في ظروف صعبة جدا. واذا انت زدت في الهند قدامك زوج خيارات عزيزي المشاهد، يا تجتهد او تموت. وعلى هذا تلقى منافسه كبيره بزاف على فرص العمل، وخصوصا هما راهم باغيين يبنوا اقتصاد كبير باه يكفي العدد الكبير اللي عندهم من الناس. وعلى هذا الاسره الهنديه البسيطه او المتوسطه كانت دير اللي عليها باش تتمتع بفرصه حياه مليحه ليها ولولادها. وكامل هذا الشيء كان يصرى مع تطور التكنولوجيا اللي رانا نشوفوا فيه. والشعب الهندي كامل راه في سباق باه يبدا يعلم ولاده الحاجه جديده اللي راه تخرجهم من الفقر وتوفر لهم خدمه بخلصه لاباس بها. وحتى الحكومه كانت دايره احتياطاتها وكانت عندها يد عامله اللي تكفي في داخل الهند وخارج. ومن هنا بدات فكره الاوت سورسينج اللي هي ببساطه ان الشركات الكبيره مثل ابل والمايكروسوفت تتعاقد مع شركات في الهند باش توفر مناصب لخدمه العملاء والتسويق الى اخره. في الشركات الكبيره دي تستفاد من هذو الموظفين، والموظفين الهنود يستفيدوا من الخلطه اللي مليحه، وحتى الحكومه تستفيد، وهكا كامل الاطراف فرحانه. وبالفعل الهند حققت نجاح خرافي في المجال ده، ولكن المشاكل ديما كاينه. طريقة الخدمة دي اللي عطوها لهم تمشي عن طريق وسيط محلي تم في الهند من شركة الأم في أوروبا واللي هي أمريكا إلى المكاتب الصغيرة في الهند، وكاين بيناتهم وسيط. الوسيط ده باه يحقق ربح كبير لازم يدير زوج حاجات واللي تعتبر من ظواهر الفساد. زوج حاجات دي هي انخفاض في الرواتب وزيادة ساعات العمل، وكيف ما قلنا باه الوسيط يدخل ربح كبير من الأعمال اللي عنده. وهنا الأغلبية من العمال بعد ما تعلموا ودوا خبرة يخرجوا من الخدمة دي ويفوتوا في زوج طرق، يا إما يفتح مشروع خاص بالخبرة اللي تعلمها، يا إما يختار الطريقة الثانية واللي هي الثراء السريع، وبالمعنى الدقيق هو طريق النصب والاحتيال. واللي يختاروا الطريق ده يتخلوا عن جميع المبادئ، والحاجة الأهم عندهم هو الدراهم بزاف. The very first customer of mine, Elizabeth, did I asked her that go give your money to me? No, I convinced her. She gave it by herself. Right? I didn't steal her wallet. Like what to say? I'm not some jeb katra. I do not steal wallets from train. Now, if I convinced Elizabeth that you go take out the money from your bank and deposit it some other account, then trust me in this, I'm extremely talented. وباش يحققوا الهدف تاعهم يستعملوا اخبث واذكى الطرق لاستدراج الضحايا وسرقتهم. والسؤال المطروح واللي راه في بالك عزيزي المشاهد هو كيف تتم عمليه السرقه دي. السرقه في عالمنا الحالي ولات سهله جدا لدرجه ان السارق يحتاج ناس باش يسرقهم، والناس دو كيف يجيبهم؟ كاين وحدين اشخاص سميتهم سماسرة القواعد لبيانات العملاء. السماسرة دو تلقى عندهم تفاصيل ومعلومات الاشخاص حول العالم وبيانات كامله لناس حقيقيين. بمعنى وكان تقول له يعطيك معلوماتك انت راح يمد لك كل شيء بالتفاصيل الدقيقه، سميتك الحقيقيه، لقابك، فوز زايد، الكود نتاع الكارت مانيتيك تاعك، كونتك شحال راه فيه الدراهم، كارت شيفا خدمت بها ولا والو. كامل هذه الاشياء تلقاها عارفها عليك، وهكا يبيع بياناتك لاشخاص باغيين يسرقوك. والسعر مختلف شويه على حسب المنطقه، بمعنى ان واحد في امريكا وفي اوروبا مش كيما واحد في الجزائر وهكاك. وهنا السراق يشري البيانات دي وطبعا بطريقه غير قانونيه. واول ما يستلم البيانات دي يبدا السرقه تاعو بثلاث مراحل. الاولى تحديد الطعم او الهوك، والثانيه بناء الثقه، وتجي وراها سحب الاموال. المرحله الاولى واللي هي الهوك، وتعني انه يختار ضحيه مناسبه به يقدر يحشيها له. الطريقه الشهيره اللي يقدر يحشيها لك بها هي عن طريق امازون ولا ابل ولا جوجل، ويقدر يوصل لك ببزاف الطرق. عن طريق امازون كاين يبعث لك رساله ويقول لك فيها تم سحب مبلغ معين مثلا 300,000 من الكونت تاعك، وفي اخر الرساله يحط لك رابط الدعم الفني به اذا بغيت تلغي وترجع اموالك اللي هي 300,000 تاعك، ولا يقنعك بانك ربحت جائزه كبيره. وباش يبعثوها لك لازمك تتكلم معاهم عن طريق النيميرو داك اللي راه في الرساله، وهكا الضحيه يضغط على الرابط او يتكلم معاهم على النيميرو.
طعم الزوج عزيزي المشاهد عن طريق المايكروسوفت. الطريقه دي فاتت عليك ولكن كانت بدائيه. شفت مع انت تحمل كاش لعبه ولا حاجه يخرج لك اعلانات ويقول لك ان البي سي تاعك فيه فيروس ولا حاجه كيما. الفكره في الطريقه دي هي ان السراقين دو يمشوا يشروا اعلانات دي ويديروا فيها فيروس، ومع يطلع الفيروس في الميكرو تاعك يبعث لك رساله تحذير على اساس انها جايه من مايكروسوفت بنفسهم، ويقول لك ان الجهاز تاعك فيه فيروس ولازمك تتواصل معاه على الرقم ده ليحل المشكله والحفاظ على جهازك. هاكا يكتبوا لك الحفاظ على جهازك بان انت تقول خاصني نتواصل معاه بالبي سي تاعي ما يخسرش، ومع الضغط ينصبوا عليك مباشره. الطريقه الثالثه عزيزي المشاهد اللي هي الدعم الفني، واللي تعتبر اخر واذكى طريقه للسرقه، لانه يخليك انت اللي تحوص عليه وانت اللي تتواصل معاه، وهكا يسهل عليه بناء الثقه. والطريقه اللي يديروها هي كالتالي: يديروا موقع مزيف على جوجل ويبداو يديروا اعلانات بطريقه ما على جوجل، وتجي انت كمستخدم عادي تحوص على مساعده ولا كاش حاجه تتواصل مع الدعم الفني، وعلى ظهر ممكن راح تطيح في ذاك الموقع المزيف وتبدا تتواصل مع الدعم الفني نتاعو. وبعد ما تتواصل مع الدعم الفني هنا تجي المرحله الزوجه واللي هي بناء الثقه. وبناء الثقه دي تمشي على حساب الهوك، بمعنى ان اذا انت قنعك بطريقه تاع امازون وضغطت على الرابط باه ترجع دراهمك، يقولوا لك وافق على الرساله اللي راح تجيك ورايحين يرجعوا لك دراهمك، فراح يحلل معاك بياناتك وطريقه الدفع والى اخره. اما اذا قنعك بطريقه تاع راك ربحت جائزه وانت بديت تتواصل معاه على اساس ان دوك يبعثوا لك جائزه، يبداو يمشوا معاك ويقولوا لك خلاص بعت عنوانك وراح نوصلوا لك. اما اذا قنعك بطريقه تاع مايكروسوفت خلاص تكون بديت تتواصل معاه باه ينحوا لك الفيروس اللي على البي سي وينحوا لك الفيروس، وهكا يبينوا لك انها من الشركه الصح وهنا انت تثق فيهم. وهكا تختلف الطريقه اللي رايحين يقنعوك بها، وكل سراق عنده طريقه. كل هذه الاشياء بيوصلوا لك المرحله الاهم واللي هي سحب الاموال عزيزي المشاهد. مرحله السحب تنقسم ل3 فرق وكل واحد فيهم يسحب على حسابه. كان المبتدئ اللي يقدر يسحب من $100 الى 500 عن طريق بطاقه هدايا ولا رصيد في برنامج معين. ومراكز النصب من النوع ده تكون معتمده على طلبه والناس خبرتها قليله، وهما يعتمدوا على انهم يجمعوا اكبر عدد ممكن من الناس به الربح يكون كبير. النوع الثاني هو النوع المتوسط واللي عنده خبره شويه، وهذا النوع تلقاه يقنع الضحيه في مبلغ كبير يقدر يوصل $5000 للواحد عزيزي المشاهد. وهكا الدراهم السرقه يبداو يدخلوا، وهنا يبان واحد جديد في العمليه. الشخص يسهل عمليه السحب او ما يعرف بغسيل الاموال عن طريق الكريبت او الدفع المسبق ولا حاجه كيما هذا، ومقابل انه ياخذ حقه من هذو الدراهم اللي هي $5000. وهنا نوصلوا لليفل وحش في النصب واللي تلقاه مخضرا في السرقه، وعاده ياخذ $20,000 الى $50,000 في العمليه الواحده او الضحيه الواحده. وكميه الدراهم الكبيره دي سحبها واستخراجها تجي شويه معقده، وحتى الطريقه نتاعها تجي معقده. في العمليه دي يهددوا الضحيه ويجبروه انه يبعث الدراهم قبل ما يديروا ليه الحاجه اللي راه باغيها، ويهددوه بالبيانات الشخصيه ولا حاجه كيما. ولا الطريقه الثانيه هي انه يتواصلوا معه على اساس هيئه حكوميه مثلا منظمه الضرائب، يبداو يبعثوا ليه اسمه الحقيقي، لقبه، العنوان، النيميرو تاع الكونت تاعو، ويبينوا ليه انه مصح منظمه الضرائب، ويقولوا ليه اذا ما بعتش الدراهم راح تجيك الشرطه لداركم وتدخل الحبس. وهنا السراق راه موجد حساب بنكي باه يبعث ليه فيه الدراهم، والحساب ده يكون تاع انسان واحد اخر جابوا ليه صاحبونه تاع غسيل الاموال، حتى اذا رفعت قضيه ولا حاجه يمشوا لصاحب الحساب ده. وهذه الحاجات كامله تصرف في 5 دقائق فقط وسهله نوعا ما. Why? Because they are dumb? No. They're gullible. They're lonely. The reason why this tech support took us so much boom is because of this senior citizens living alone. They don't have kids. Who will they ask it? بتتذكر معي وكيف ما قلنا في البدايه بان السماسرة يجيبوا بيانات الاشخاص، وهنا الاشخاص اللي راهم يركزوا عليهم هما كبار السن والمتقاعدين، لان معرفتهم بالتكنولوجيا والبنوك تكون قليله. وحتى اذا الضحيه عنده اولاد ولا حاجه، لكن السراق يدير العمليه تاعو كي يكون الضحيه راه خدام واغلب الاحيان الصبح، ويخوفوا ويكمل معاه تمتم باه ما يخليش ليه فرصه باه يستشير ولاده ولا واحد عنده خبره. وبعد ما انتشرت هذه العمليه نتاع السرقه على الانترنت، هنا يخرجوا ناس باه يقضوا على هذو النصابين، والناس دو عندهم خبره في الاختراق والحاجات دي، ويدخلوا كل واحد عنده خبره ومهاره باه يقضوا على هذو السراقين ويعتمدوا على طريقتين. الاولى هي التوعيه، واللي هي يبداو ينشروا فيديوهات للسراقين دو كيف قاعدين يسرقوا، وهكا المشاهد يكون على علم كيف ما درت انا الفيديو ده. والطريقه الثانيه هي انهم يخترقوا كاميرات السراقين دو ويعرفوا البلاصه اللي راهم فيها. كاين اللي يخترق الاجهزه ويكشف هوياتهم ويمسح بياناتهم، وكاين بزاف الحاجات، والحاجه الاهم هي تعطيل المراكز دي. They will find the small people, the newbies. You are not even able to throw a rock at the glass door of us. Leave breaking it down and getting in and screwing the whole thing down. You don't know the owner, you don't know the manager, you don't know how the call came in. They will never find a person like me. سؤال واحد اخر مطروح، لماذا الهند بنفسها ما تقضي على السراقين دو على راهم يتسناو من اليوتيوبرز انهم يقضوا عليهم؟ او الهند بنفسها. Okay, so we got a police station over here. It's really nearby all these buildings.
And like people are not even scared that they are literally committing the cyber crime sitting nearby the police station. Sometimes it feels like that they are working for each other. بعد ما تشوف الوثائقيات او المصادر تلقى ان الحكومه الهنديه ما عندها حتى اهتمام بالظاهره دي. مراكز السرقه دي قاعده تدفع عليهم مبالغ كبيره جدا للحكومه الهنديه، لان السراقين دو راهم يسرقوا ناس خارج الهند، واذا انت باغي ترفع دعوه عليهم لازمك تروح للهند بنفسك وترفع دعوه، والشي هذا كما تلقى راك خاسر اكثر من المبلغ المسروق. فهنا الحكومه الهنديه راها تكسب دراهم والشعب ما راش يتسرق، خلاص راها خلاتهم يديروا اللي راهم باغيين. ولكن وصلوا لواحد المرحله هي ان السراقين دو طغاو، وهكا الحكومه الهنديه بدات تفكر وتقول ان اذا سكتت راح تتشهور صوره الهند في العالم، وخصوصا انهم عندهم يد عامله كمصدر دخل. فبدات الحكومه الهنديه تتعاون مع دوك اليوتيوبرز اللي كانوا باغيين يقضوا على السراقين دو، فبداو يقبضوا مراكز وعصابات دو. وفي النهايه راح تسقسيني وتقول لي علاه درت الفيديو هذا. الفيديو هذا دابا اذا تعرضت للسرقه الالكترونيه تعرف كيف دير وتاخذ احتياطات. تقول الفيزا بتاعت اختي، وللاسف الشديد كل الفلوس اللي في الفيزا دي اتسرقت. لا، بنك الاهلي. بنك الاهلي. طيب ثواني، انتوا بقى بتتصلوا بقى تسرقوا الفيزا بتاعت الناس؟ عشان مش موفرين، واحنا موفرين كنت سيبك تسجل لي وخدت منك على اي حد انت بتمليه له وخلاص. ده كان انا راجل ذكي. الفيديوهات اللي كيما دي مفيدة نوعا ما. اول حاجة الناس تتثقف وتعرف بزاف حاجات، ثاني حاجة فضح مراكز السرقة الالكترونية، وخصوصا راه كثرت ضربك سواء في الجزائر او في اي بلد اخر. هذا هو كان الفيديو تاع اليوم، نتمنى انكم استمتعتوا فيه عزيزي المشاهد. فما تنساش انك دير لايك تشترك في القناة، رانا قرب على 1000 مشترك، وان شاء الله راح نكثر لكم المحتوى الثقافي من القدام. اكتب لي الموضوع اللي راكم باغيين تشوفوه وممكن راح نديروه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ليتس جو.